السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في مطبخي اللي متواضع اللي هو مطبخ بسبس. حبايب قلبي، أول ما نبدأ بالصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اليوم يا حبايبي بدنا نعمل إشي زاكي وخفيف نظيف، يعني كل مكوناته موجودة في كل بيت. عبارة عن طحين، طبعا هذول 500 جرام، يعني نص كيلو طحين، وكاسة إلا ربع زبدة. طبعا أنا مسيحتها بس إيش بارد، يعني مش إنها. وعندي هون بيضة. وأنا هسه بدي إيش، بدي أحط ننبس. خلينا نحط هون الفانيلا عشان البيضة، وبالطعم بتعطي ريحة كويسة. ربع معلقة صغيرة جدا بيكنج باودر، شايفين. وعندي هون رشة ملح، يعني بس تعدل الطعم. شايفين حبايبي، بدي أخلط المكونات مع بعض. سهلة وبسيطة، يعني شبه الزلابية، يعني هي بتشبه الزلابية، وانتوا سموها مثل ما بدكم. طبعا هي مقرمشة، يعني قراميش. ماشي حبايبي، سوينا هيك. هسه بدنا نحط السمنة. وبدنا نبس. كيف بدنا نبس المعمول؟ مثل بس المعمول، ندخل كل الطحين في المادة الدهنية. شايفين حبايبي، يعني كتير طيبة وكتير زاكية، وإن شاء الله بتنال إعجابكم. إذا عجبكم الفيديو حبايب قلبي لا تنسوا الاشتراك بالقناة، اللي مش مشترك يشترك، وفعل الجرس وشير ولايك وتعليق حلو مثلكم. وين حبايبي تعليقاتكم؟ وين لايكاتكم؟ في ناس بتفوت على الفيديو بتحضره وبتطلع، لا بتشترك ولا بتحط لايك ولا بتحط تعليق. ليش يا حبايبي؟ مثل أنا مثلا بفيدكم، فيدوني، وإحنا بنتعلم من بعض حبايب قلبي، إحنا بنفيد بعض. شايفين حبايبي، حبيت أبسهم كلهم قدامكم. شايفين. هسه بدنا نحط البيضة. شايفين، ما بدها إشي. انت بتحطي البيضة بالأول، بتحطيها بنص بعد البس، زي ما بدك تخلطيها كمان بمي بصير، بس هيك أفضل. شايفين، ما حطينا لا خميرة ولا حطينا سكر ولا حطينا. شايفين حبايبي. وبرضه بدك تستغني عن البيضة، استغني عنها، بس إنها بتعطيها هشاشة وقرمشة، يعني إشي تحفة. شايفين حبايبي. هسا بدنا نحط مي. طبعا المي لا سخنة ولا باردة، كتير دافية، يعني كتير باردة، مو إنه، لأنه ما في خميرة بدنا نخمرها. طبعا من دون عجن، إحنا بنلم لم، وبدي إياها طرية بس ما بتلزق بالإيد. هاي حبايب قلبي، شايفين. أنا ما عجنتها، شايفين كيف لسه مكسرة، يعني العجينة مش يعني مش مدلكينها كتير. شايفين حبايبي.
حتى هاي شايفين كيف شكلها، بس طرية وبنفس الوقت ما بتلزق، جامدة. شايفين حبايبي؟ وبعدين معطيتكم لونين ابيض واصفر. ليش؟ لان احنا مش عاجنينها يعني مع بعض، احنا عبارة بس دخلنا الطحين بالسوائل. طبعا هسه بدي اقسمها على قسمين. ها هسه بتركها قد ما بدك تركيها، ربع ساعة، نص ساعة، وراكي شغلة، وراكي طبيخ، وراكي اشي اشتغلي. شايفين حبايبي؟ هسه بحطها بكيس نايلون، وبعدين بس ترتاح شوي بنشتغل فيها. شايفين كيف؟ مش مدلوك العجينة، يعني مش معجونة يا حبايبي. اتركهم بس يرتاحوا، بعدين بنبلش نشتغل فيهم. يلا حبايب قلبي. هاي حبايبي بعد ما ارتاحت العجينة، هسه بدنا نرش شوية نشا. طبعا شايفين حبايبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدي أرقها تكون خفيفة العجينة، ما تكون خميلة. شايفين؟ هاي حبايبي عم رقناها. طبعا بدي أقص عشان أعملها كلها مستوى واحد. شايفين؟ طبعا هذا كله هيته بنعيد تدويره. خلينا ايش، هي شايفين حبايبي؟ هاي بنعيد تدويرها كلها. طبعا حبايبي بدنا نرش نشا. الرشا بضل أفضل من الطحين. شايفين حبايبي؟ عشان تورق معانا. من هون بالآخر ما بدي أرش عشان بدي ألزقها. شايفين كيف؟ هسه ببدأ من الطرف. طبعا ببدأ نتفة وأرص، بس مش أرش جامد. أنا الكفوف مش مساعديتني، مزعوا حتى. خليني أشيلهم عشان أعرف كيف أتملك بالعجينة. هاي حبايبي، شايفين؟ هيك 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 هيك. شايفين؟ شايفين عيوني؟ ضل ألف فيها وأكبس أثبت ما تفلت معاي أثناء القلي. شايفين؟ هاي حبايبي طبعا حاطة مية ونشا أنا. هاي
للآخر. لازم نلزقها منيح عشان أثناء القلي ما تنزل معنا. شايفين حبايبي؟ هسه بنجيب سكينة تكون ماضية. هاي حبايبي بحط صباعي هيك. شايفين التوريقات؟ شايفين؟ عشان يطلع كلهم قد بعض. بالطريقة هاي لا حسب ايدي. لازم تكون السكينة حامية. شايفين حبايبي؟ شايفين التوريقة كيف؟ شايفين كم حبة ما شاء الله فيهم بركة. طبعا بنرش شوية طحين. شايفين؟ بعمل بالطريقة هاي. هسه بحطهم بصينية وبغطيهم. يا حبيبي شايفين التورقات؟ طبعا حبايبي هي الثانية أنا رقيتها ورشيت عليها نشا. طبعا نفس الطريقة بدنا نعملها. شايفين حبايبي؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني لازم تكبسيه عشان ما تفتحش معانا، ويا رب ما تفتح معانا أثناء القلي، لأنه النشا بيعمل حاجز بين إنه ما تلزقش ببعضها. هاي حبايبي بس نوصل للآخر طبعا عندنا مي ونشا. هذا إيش اللي بنلزق فيه. طبعا لازم نلزقها كتير منيح مشان ما تفلت معنا. شايفين حبايبي؟
هسا ايش بدنا نقسمها. طبعا الاول وحده هدول هيك ناخدهم بنشيلهم. شايفين توريقتهم احلاها. شايفين حبايبي؟ حبايبي شايفين؟ هسا بدنا نعمل هيها بس هيك. هاي بدنا نعملها مدورة. هاي حبايبي، هاي نمسكها من هون، نحاول نفوت اطرافها لجوا. هاي هيك. بعدين نجيب الشوبك. طبعا كل بلد بتحكي عنه شكل هون. لنخلص الكمية. طبعا حبايبي أنا بحمي بالزيت. هي بس العجينة تطلع على وجه الزيت بعرف الزيت حمي. طبعا النار باردة، يعني النار كتير واطية، أقل من النص النار. طبعا أنا لما أحطها حط العجينة مغطيها عشان ما تنشف. هاي شايفين كيف حمي الزيت عندي؟ هي حبايبي حطيت حبة أجربها عشان الزيت. هي نحط الحبة الثانية. هاي شايفين حبايبي؟ بفتحها طريق المعلقة بالشوكة. شايفين؟ بس شوي شوي عشان ما تتقطع معنا العجينة. بعدين إذا بدك تطلعوهم على لون ذهبي بصير، بدك تطلعوهم إذا بدك تخلوهم يتحمروا برضو بصير. أنا عاملة الحبات صغار، ما بدي إياهم كبار كبار. هاي شايفين حبايبي؟ أنا موطي الغاز عشان إني بدي إياهم إيش يتحمروا ينفشوا يقرقشوا. شايفين؟ بس بدنا نحط حبة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم عشان حبايبنا. نقلبها على الوجهين بعدين نفتحها. نحط زيت وبنفتح.
شايفين حبايبي؟ إذا حمي الزيت معاكي طفي الغاز واستني عليه يبرد. هيك فتحناه خلص، ولا بيفتح ولا بصير له إشي. هسا نتركه عشان إيش يتحمر. طبعا أنا عاملة القطر وخليته يبرد عشان بدي أشيل من هون وأحط وين؟ بالقطر. طبعا أنا عاملة القطر عبارة عن كاستين سكر وكاسة مي. شايفين حبايبي؟ طبعا هاي الحبات المدورة، شايفين؟ بدنا نصب عليهم ايش؟ زيت عشان يفتح معانا التوريق. شايفين حبايبي؟ هذول هسه بدي اطولهم، احطهم وين؟ بالقطر. واذا انت بدك تحطيهم يعني تصفيهم من الزيت، بس هم مش شربانين زيت على فكره. بس اذا بدك تحطيهم يعني بصينيه تصفوا من الزيت، بعدين ايش؟ تحطي بالقطر. شايفين حبايبي؟ هدول اخر حبات، شايفين ما شاء الله. هدول اخر اشي. وهي حبايبي وصفتنا اليوم، وإن شاء الله يا رب بتنال إعجابكم. خلينا نشوفها. شايفين؟ شايفين كيف مقرمشة؟ من جد وصفة رائعة. حبايب قلبي إذا عرفتوا الوصفة اكتبوا لي إياها بالتعليقات. ومن وين هاي الوصفة؟ من وين أخذناها؟ مين أكتر بلد بيعملها هاي الوصفة؟ وشو اسمها؟ اكتبوا لي بالتعليقات حبايب قلبي. وبهيك بخلص الفيديو تبعنا. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها ولايك وشير حتى يوصلكم مني كل جديد. حبايب قلبي أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت في مطبخ بسبس المتواضع. باي باي. بحبكم كتير 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 كتير. بشوفكم في فيديو الجاي إن شاء الله.